اهلا يا احلى متابعين في مطبخ نوجة. النهارده عاملين مع بعض وصفه خطيره ومحبوبه جدا، شوربه الجمبري. بصوا يا جماعه، سر الشوربه ديت في خطوات بسيطه لكن بتفرق كتير في الطعم. هقول لكم ازاي ننضف الجمبري كويس ونطلع كيس الرملي، وازاي نعمل شويه شوربه غنيه ومليانه نكهه تخليكم تحسوا انكم قاعدين في مطعم فايف ستار. تابعوني خطوه بخطوه وهتشوفوا النتيجه اللي هتخلي اي حد يدوقها يقول لكم عاملين الشوربه دي ازاي. حطوا لايك للفيديو واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس على كلمه الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول وندخل على الوصفه بتاعتنا. اول حاجه ده الجمبري بتاعنا اهوت. طبعا الجمبري ده انا شارياه من المعديه. كنت في المزاد وكده على قناتي التانية وشارياه في المزاد. الجمبري ده حوالي كيلو ونص او كيلو 600 جرام، عاملين 420 جنيه. ده طبعا جمله يا جماعه من المزادات. اللي حابب برضو مهتم بمزادات السمك يتابعني على قناتي التانية جوله على الماشي مع نوجة، هسيب لكم اللينك برضو في صندوق الوصف. هتجيبوا بقى تروحوا المزادات بتشتروا بقى جميع انواع الاسماك برخص التراب بجد هناك. يعني دولت حوالي كيلو 600 وشويه، كيلو 600 جرام. ما شاء الله ب 420 جنيه. حلوة قوي. يعني لو رحت بس اشتريت الكيلو من ده من بره مش اقل من 600 جنيه او 500 جنيه، هتلاقي نفسك موفره كتير جدا. هسيب لكم لينك القناه بتاعتي في صندوق الوصف، جوله على الماشي مع نوجة، هتستفادوا منها كتير وفيها جولات كتير. لو بتشوري عروسه، لو بتشوري بيتك، لو بتجيبي عفش مستعمل يكون حالته ممتازه واسعاره ممتازه جدا، برضو هتستفادوا منها كتير قوي. ومفارش العروسه واكسسوارات العروسه ومطبخ العروس، كل اللي انتوا عايزينه هتلاقيه في القناه بتاعتي. يلا بينا بقى نشوف بقى الوصفه بتاعتنا. اول حاجه جبت الجمبري بتاعي زي ما قلت لكم اهوت. بجيب بقى القشره من بره كده، ظهر السمكيه او ظهر الجمبريه من بره كده، بقصها كده بالمقص واطلع الكيس الرمل بتاعها. بيبقى اول ما بتقص القشره كده من على الظهر بيبان على طول زي ما انتم شايفين كده خط طويل. بيبقى ده خط الرمل اللي هو الكيس الرملي، بيبقى طويل كده عامل زي الخط. بتطلعيه بسن بقى السكينه او بسن المقص كده، بيطلع معاكي بكل سهوله، او ممكن برضو تشديه بايديكي. تيجي كده من الظهر برضو بتقصي القشره كده بالطول. واول ما بتفتحي القشره بتلاقي على الوش على طول ده اللي هو الحبل الرملي بتاع الجمبري. طبعا ما ينفعش ان احنا نعمل الجمبري بدون ما نشيل الحبل الرملي ده خالص. حاولي دايما تشيليه، طريقته سهله جدا جدا. او بتشديه بايديكي على طول، بس يعني الافضل بس بسكينه او مقص. انا بس بوريك ان هو بيبقى ظاهر قدامك وبيبقى واضح خالص. اهو زي ما انتم شايفين طريقته سهله قوي. اجيب الجمبريه كده، بتقصي بقى الراس. عايزه تشيلي الراس برضو تشيليها وتعمليها مره لوحدها كده شوربه لوحدها. حابين تعملها كلها مفيش مشكله برضو. ولو حابين برضو تشيلي القشره بتاعت الجمبري كله وتعملوه بس اللحم بتاعه برضو تعملي شوربه او تحمريه مفيش اي مشكله. المهم دي الطريقه بتاعت التنظيف بتاعت السمك. وتشيلي بقى الرجول الزياده اللي فيه، لو بتلاقي فيه رجوله كده بتبقى طويله بتقصيها برضو بالمقص. او زي ما انتم شايفين قصيت الظهر وطلعت برضو ببوز المقص بوز السكينه. بطلع كيس الرمل كده. خلصت كل الكميه اللي معايا خلاص زي ما انتم شايفينها كده. هتجيبه بقى تحت الحنفيه واشطفه شطفه كويسه جدا. تغسليه كده كام غسله. وبعد كده هنجيب بقى حله على النار وهنضيف معلقه زبده على معلقتين اتنين من الزيت. وبعد كده هستنى بقى لحد ما الزيت والزبده دول يسخنوا عشان نعمل بقى الشوربه بتاعتنا اللي ملهاش حل بجد والله. تشربوا شويه شوربه ملهمش حل. هجيب بصلايه وهقطعها مكعبات صغيره كده وهنزل بيها على الزبده والزيت. وهخلي البصله تدبل معايا. مش عايزه البصله بتاعتنا تحمر، انا عايزه البصله بس مجرد ما تدبل بس. ومجرد ما البصله بتاعتنا تدبل هكون بقى محضره 3 4 فصوص من الثوم ومقطعاهم شرايح رفيعه او تكوني فرماه اي حاجه مش مشكله. كده البصليه دبلت معايا خلاص. هنزل بقى بمعلقه الثوم او 4 فصوص من الثوم مفرومين على البصل، وهقلب الثوم مع البصل لحد ما اشم ريحه الثوم. وبرده مش عايزه الثوم بتاعنا يحمر. مجرد بس ما تحسي بريحه الثوم طلعت معاكي خلاص كده تمام. انا مش عايزه الثوم يحمر يا جماعه. هجيب بقى جزرايه وهبشرها او متخرطه عادي مفيش اي مشكله. انا طبعا ما كانش عندي جزر، فكان عندي جزر متلج ضفت حوالي جزريه كده متقطعه مكعبات. لكن لو عندك جزر فريش عادي ابشريها يا اما قطعيها وحطيها على البصل. وجبت كمان 3 حبات من الطماطم مقطعهم برضو مكعبات كده. ولو ما عندكش طماطم عندك صلصه، عندك طماطم مثلا ضربها وحطها في الخلاط او مخزناها، حطي حوالي نص كيلو كده من الطماطم او عصير الطماطم واضربيه وحطيه على البصل برضو. انا حطيت البصل وحطيت الفلفل وحطيت قرنين 2 فلفل سبايسي. عايزه اقول لكم بقى الوصفه دي حلاوتها ان الفلفل يكون حامي معاكي. هو مش هيبان في الشوربه قوي بس هيدي طعم خرافه للشوربه. ضفت كله على بعضه كده زي ما انتم شايفين. قليت البصلايه مع الثوم لحد ما شميت ريحه الثوم. نزلت بنص جزرايه او بجزرايه مبشوره. ونزلت باربع حبات من الطماطم ونزلت بقرنين 2 فلفل سبايسي لحد ما تسبكوا خالص. نزلت بقى بالجمبري بتاعنا. هقلب بقى الجمبري بتاعنا في الخلطه الحلوه ديت واسيبه كده بس لحد ما يغير لونه. انت بس مجرد ما بتحطيه على الطماطم هتلاقي الجمبري بقى يبدأ يغير لونه زي ما انتوا شايفينه. كل ما بتقلبيه كل ما تلاقي بقى لونه ايه يفتح معاكي ويديك اللون الاورنج كده.
اهو زي ما انتوا شايفينه بيغير لونه. هو ما بياخدش كتير على النار على فكره يا جماعه، هو بكتيره قوي 10 دقايق على النار. هنزل بقى بالبهارات بتاعتي. اول حاجه معايا عود قرفه وده على طول اجباري، ومعايا معلقه كزبره، معلقه صغيره من الكزبره، ورق لورا، ومعايا بابريكا وشطه وملح وكمون وكزبره ناشفه. حطي بقى البهارات بتاعتك وقلبي بقى الجمبري وشم الريحه، هتشربي احلى شويه شوربه واحلى طعم للجمبري ما حصلش. قلبنا كده البهارات بتاعتنا على الجمبري خلاص. هنضيف بقى الميه بتاعتنا، والميه بتاعتنا اللي احنا بنحطها ديت لازم ما تكونش مغطيه وش الجمبري، يعني قبل الوش بحاجه بسيطه، تمام، عشان برضو تشربي شويه شوربه كده مركزين، تحسي كده بطعم الشوربه الاصلي. كده خلاص. برضو بتدوق الحدق بتاعك، حسيتي كده محتاج ملح بتحطي. هتسيبيه بقى يغلي حوالي 5 دقايق. هو 5 دقايق بالظبط وهتلاقي استوى معاكي. يعني كل مرحلة التسوية كلها احنا برضو قلبنا حوالي 10 دقايق، وبعد كده نزلنا المية بقى تغلي حوالي 5 دقايق كده، وهتطفي عليه بقى كده الجمبري بتاعك جاهز للغرف. وكده الجمبري بتاعنا بسم الله ما شاء الله، عايزه اقول لكم والله العظيم 3 هتشربوا احلى شوية شوربة ما حصلتش. وبقى كده الجمبري بتاعنا جاهز خلاص على التقديم. جربوا الطريقة ديت والله مش هتندموا خالص. وقولوا لي رايكم في التعليقات تحت، وحابين اعمل لكم ايه الفيديو الجاي. ويا ريت بقى تزوروا القناه بتاعتي جوله على الماشي مع نوجه، هتستفادوا منها كتير جدا جدا. فيها جولات وفيها اماكن اسعارها بجد تحفه. لو بتشوري عروسه، لو بتجهزي بيتك، لو عايزه موبيليا مستعمله باسعار كويسه، زوروا القناه وما تنسوش تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس وتقولوا رأيكم في القناة في التعليقات. يا رب يكون فيديو النهاردة بقى عجبكم. ده الفيديو ده الجمبري خلاص غرفناه في الطبق خلاص. والسمك برضو سمك اللي هو اللوت كنت عاملاه معاكم الفيديو اللي فات، شوفوا برضو الطريقة حلوة جدا جدا. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك في القناه، وفعلوا زر الجرس على كلمه الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصلكم كل جديد. وكده الجمبري بقى بتاعنا بقى جاهز. اشكركم على المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بحبكم في الدنيا.